ضروري انك انت لو بتفكر تشتري اي موبايل يستحسن انك تشتري دلوقتي، وخصوصا في كم موبايل خلال الفيديو. انا من وجهة نظري الموبايلات دي ما تتعوضش، مش هتشوف زيها خالص الفترة اللي جاية، وعايزك تركز لي على الموبايل الاول، لان انا بجد مش عارف ازاي الموبايل ده في فئة سعر 16000 جنيه ومحدش واخد باله منه. صلى على النبي. اما دلوقتي بقى خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بيكم، انا محمد ودي قناه ام كي ريفيوز. والموبايل رقم واحد ده بالنسبه لي موبايل خطير بامانه، هو الموتورولا ايدج 60 فيوجن. ركز معايا بس، لان الموبايل ده اصلا قبل زياده الاسعار وقبل اي حاجه كان سعره في حدود ال 16000 ونص، وبعد زياده الاسعار كل الموبايلات اللي كانت في سعره عدت ال 20000 جنيه، الا الموبايل ده لازال سعره 16800 جنيه. يعني من بعد الزياده الموبايل ده ما زادش غير 300 جنيه بس زياده عن سعره. ولو بصينا على الفئه السعريه دي اللي هي فئه 15 16000 جنيه حتى 17000 جنيه، صعب انك تلاقي موبايل بيقدم اللي الموتورولا ده بيقدمه، لان بكل بساطه الموبايلات اللي موجوده هنا دلوقتي هو الانفينكس نوت ايدج، الانفينكس نوت 50 اس، وعندك الريلمي 14 5 جي وده موبايل قليل، وهتلاقي عندك كمان الريدمي نوت 15 ال 5 جي. والاربع موبايلات دول بما يرضي الله الموتورولا افضل منهم. الموتورولا مش بس بيديك 12 256 اللي هي حاجه ممكن تكون نادره ان انت تشوفها هنا، مفيش غير الريلمي 14 بس اللي بيقدمها، الا ان كمان الموتورولا بيدي لك افضل تجربه كاميرات، وفرق كبير جدا ما بين الموتورولا ايدج 60 فيوجن وبين الموبايلات دي في تجربه الكاميرات، وخصوصا لما نيجي نبص على التصوير في الوضع الليلي. حتى لما تيجي تبص على مقاومه الغبار والميه هتلاقيها كامله، تصميمه يعتبر شيك مش وحش على فكره، وشبه كل الموبايلات اللي موجوده كخامات. يعني كمان الموبايل بيقدم سماعات ستيريو صوتها حلو، كمان الموبايل بيقدم بطاريه كويسه. في موبايلات بتقدم بطاريه افضل منه ولكن البطاريه كويسه. ولما نيجي للاداء لو انت مفكر ان في تنازل فاقول لك لا، الموبايل ده بيقدم معالج دايمنستي 7300 زيه زي اغلب الموبايلات اللي موجوده، وده يعتبر من اقوى المعالجات اللي موجوده دلوقتي. بل كمان انت هنا بتاخد واجهه نظيفه خام سلسه ما فيهاش اي مشكله. هي ما فيهاش حاجات كتير تقدر تعملها، ولكن دي هتكون مميزه اكتر للي عايز واجهه نظيفه. ده زائد كمان ان الموبايل ده فيه حاجه يعني ما فيش غير موبايل واحد هنا اللي بيدعمها، الانفينكس نوت ايدج، هي دعم الاي سم. بس الانفينكس نوت ايدج المعالج اللي فيه مش زي المعالج اللي موجود في الموتورولا، ولا حتى تجربه الكاميرات اللي موجوده فيه زي تجربه الكاميرات اللي موجوده في الموتورولا. وبالمناسبه الموتورولا 3 سنين سوفت وير ابديت، بيجي باندرويد 15 وواجهه موتورولا اللي تعتبر واجهه خام اصلا ما فيهاش اضافات كتير وما فيهاش تعقيدات كتير. انت متخيل ان ده يوما ما كان بينافس الفيفو في 6 ال 5 جي والريلم 15؟ طب بص عليهم دلوقتي بقى سعرهم كام. والموبايل رقم 2 انا مش فاهم بجد، ده من اقوى الصفقات. فلاج شيب يا جماعه، فلاج شيب موبايل هاي اند بينافس الايفون، يعني ده اقرب موبايل بيناطح الايفون كل سنه، السامسونج اس 26 الترا. الموبايل ده سعره دلوقتي 12256 وقت تصوير الفيديو 65400 ضمان محلي. انت متخيل انا بتكلم في ايه؟ طب بلاش دي، لو انت مش فارقه معاك انه يكون ضمان محلي وما عندكش مشكله انك تاخد ضمان دولي، 46000 جنيه بدل ما تروح تجيب فلاج شيب كيلر وتزود اصلا عشان تعرف تجيب فلاج شيب كيلر، انت هنا بتجيب فلاج شيب سامسونج اس 26 الترا من غير الضريبه خالص، دولي، ارخص من الفيفو اكس 300 اف اي، ارخص من الشاومي 17 تي برو، وارخص من الاونر 600 برو. هنا احنا مش بنحاول نعمل فلاج شيب كيلر وننزل منه شويه حاجات، لا، فلاج شيب صريح. موبايل سامسونج بتاع السنه بسناب دراجون 8 اليت جين 5، شاشه خطيره من افضل الشاشات ان لم تكن هي الافضل، شاشه فعلا رائعه، تجربه كاميرات يا باشا ممتازه، وسامسونج بتعمل تلوين خطير، وفي نفس الوقت تجربه تصوير فيديو. يمكن ده اقرب موبايل للايفون، هو مفيش اقرب دلوقتي من سامسونج لابل، حتى لما تسمع صوت السماعات الاستيريو بتاعه في حته والموبايلات الفلاج شيب كيلر في حته تانية. انت مع النسختين دول هتكون كسبان، لان لا هنا في منافسين ولا هنا في منافسين. يعني انا عايز اقول لك ان هو محل ب 65000، انت عندك الاوبو رينو 16 برو سعره 58000، انت متخيل 7000 جنيه فرق بين ده فلاج شيب وبين موبايل فئه متوسطه عليا؟ انا مش هقول لك اكتر من كده. اما بالنسبه للموبايل رقم 3 فده سعره مش نازل، هو اصلا كان سعره قليل بس سعره رفع جامد الفتره اللي فاتت، بس حاليا انا جايبه لك بسعر منطقي جدا. ده لو انت بتدور عليه هو الاوبو رينو 15 ال 5 جي. الموبايل ده في اغلب الاماكن هتلاقيه 36 37000، بل في اماكن بتستغله وبتبيعه ب 40000 جنيه. انا جايبه لك دلوقتي ب 32500، يعني تقريبا في ثمن الرينو
16 اف. وطبعا لو هنحسبها بالورقه والقلم فالرينو 15 افضل بكتير جدا من الرينو 16 اف. بس خد بالك ان الرينو 15 مش افضل موبايل قيمه مقابل سعر بالنظر للشركات التانية، انا بتكلم على محب اوبو. الرينو 15 افضل تسعير دلوقتي من اوبو لو هنقارنه بسلسله اوبو رينو 16 الجديده، لكن لو هنقارن الاوبو رينو 15 بالشركات التانية فلا، انا اروح اجيب الاونر 600 او اجيب الاي 57 واوفر افضل. الموبايلات ده ارخص بشكل كبير. انت عايز بقى موبايل من الموبايلات العتيقه من اوبو بمعالج قوي، فعندك دلوقتي الاوبو رينو 14 ب 29700. خليك في الاوبو رينو 14. اوبو رينو 14 كنت بتاخد معالج مش هتشوف زيه تاني. عايز اقول لك ان الاوبو رينو 16 برو ابو 58000 جنيه المعالج اللي موجود فيه مش بعيد قوي يعني عن المعالج اللي موجود في الاوبو رينو 14. انت متخيل؟ والاوبو رينو 14 ده دلوقتي بيتباع ب 29000. باقي ما باقي كل حاجه موجوده فيه، حتى الكاميرا التليفوتو موجوده فيه. اي نعم الاوبو رينو 15 هو الاحدث، هو الموبايل اللي بيقدم تجربه كاميرات افضل ومعالجه صوره افضل، ولكن الاوبو رينو 14 بالنسبه لي متوازن اكتر عشان قوه المعالج، وفي نفس الوقت بيحافظ على بقيه الحاجات التانية مش مقصر. وحتى تجربه كاميراته كويسه مش سيئه، يعني مش تجربه كاميرات وحشه، لا يعتمد عليها عادي. لسه كنت بجيب لك سيره الاونر 600 وبقول لك انت ممكن تروح للموبايل ده. فالاونر 600 دلوقتي سعره بعد ما كان 28000 جنيه فهو نزل شويه ل 26800، النسخه 8256. وحابب اقول لك ان ده يعتبر من افضل الاختيارات دلوقتي، هو والسامسونج اي 57 اللي بالمناسبه هتلاقي سعره في حدود ال 25000 ونص او 26000 جنيه بالكتير. لو انت بتدور على موبايل بقوه شبكات وعلبه كامله وعايز موبايل من الشركات الصينيه، ده افضل دلوقتي ترشيح من وجهه نظري، افضل من الاوبو رينو 15 لان الفرق ما بينهم في السعر كبير. افضل من وجهه نظري كمان من الريلمي 16 برو بلس والموبايلات اللي نازله جديده، حتى على راسهم كمان الفيفو في 70. افضل شاشه، تجربه كاميرات اتطورت وبقت ممتازه، ظهر ازاز وفريم الومنيوم ما كناش بنشوف كده من اونر. لسه لازال بيعيبوا سنين الدعم اللي مش طويله، ولكن الموبايل ده موبايل محترم وبيقدم قيمه مقابل سعر. وبالنسبه للموبايلين اللي بعد كده، الموبايلين دول من موتورولا، وموتورولا بصراحه اسعار موبايلاتها تحفه، بس انا مش عارف ليه ما حدش مركز معاهم. الموتورولا اي جي 60، الاخ الاكبر من الاي جي 60 فيوجن، سعره دلوقتي نزل ل 18900. انت متخيل ان موبايل بيقدم 3 كاميرات منهم كاميرا تليفوتو بالسعر ده؟ طب هتقول لي ما هو ممكن يكون بيقدم كاميرا تليفوتو مثلا وبيقدم معالج تعبان. هقول لك لا، ده جايب الدايمنستي 7300. هتقول لي طب ما ممكن يكون مقصر في الشاشه. هقول لك لا، شاشه حلوه على فكره، اميليد 120 هرتز ممتازه، نفس اللي موجوده في الاي جي 60 فيوجن. هتقول لي طيب يمكن يكون مقصر في مقاومه الغبار والميه، ولا مقصر في حاجه تانية زي البطاريه ولا السماعات الاستيريو ولا سرعه الشحن. اقول لك لا، بصراحه هو مش مقصر في حاجه. الموبايل ده بجد لو مش بنتكلم على براندات او بنتكلم كده كقيمه مقابل سعر، انا ما شفتش موبايل لحد الان، لا انفينكس نوت 60 ولا اي موبايل قدر يديني قيمه مقابل سعر زي الموبايل ده. والموبايل اللي بعده هو برضه من موتورولا، والموتورولا جي 85. فعز ما انت بتشوف عك من الشركات التانية وموبايلات فئه اقتصاديه بقت في 12 و13 الف جنيه، بيجي لك الموتورولا جي 85 بيطلع لك كده من وسط الضلمه ب 12700 جنيه. موبايل فئه متوسطه، تجربه كاميرات فئه متوسطه، شاشه حلوه اميليد 120 هرتز، الوانها ممتازه وكل حاجه، ولكن مشكلتها بس انها كيرف. كمان الاداء هنا افضل من كل الموبايلات الاقتصاديه، لان الموبايل ده بيجي بمعالج سناب دراجون 6 اس جين 3. ده اضعف من ال 6 جين 3، بس انت هتلاقي دلوقتي ال 6 جين 3 هنا المعالج ال 6 جين 3 اصلا بقى فئه 16 17000. فاذا ال 6 اس جين 3 بقى ليه وضع تاني دلوقتي بسماعات استيريو بقى يا باشا، تجربه فئه متوسطه مش تجربه فئه اقتصاديه. فبدل ما تروح تجيب موبايلات فئه اقتصاديه وتقعد تسالنا على التكنو كامن 40 والانفينكس هوت 60 برو والبرو بلس، طب ما تشوف الاي 26 او تشوف الموتورولا جي 85. دي موبايلات فئه متوسطه. ولو هتسالني هقول لك الاي 26 بامانه براند وبيدي لك سنين دعم طويله، ولكن الموتورولا جي 85 كاميرات وشاشه شكلها لطيف جدا مميزه لايقه على سنه 2026، وفي نفس الوقت كمان توازن. الاي 26 يتفوق في الاداء، اداؤه اقوى، بس الموبايل ده متوازن اكتر. واخر موبايل معانا في الفيديو هو موبايل فلاج شيب كيلر، لعشاق الفلاج شيب كيلر او اللي عايز موبايل فلاج شيب كيلر بضمان محلي، مش عايز يدفع اي ضريبه وشايف عكه قدامه دلوقتي. ففي موبايل قديم من اونر، الاونر 400 برو. الموبايل ده كان من فتره كان ب 38000 ولكن ما عادش موجود وصعب انك تحصل عليه، بس انا حاولت على قد ما اقدر ان ادور لك عليه لحد ما لقيته بيتباع في منه كام نسخه بس اللي باقيين، لان بالمناسبه الموبايل ده خلاص بينتهي، سعره 41500. هتقول لي بس السعر زاد قوي يا عم محمد. هقول لك طب بص كده على فئه ال 40000 جنيه
جنيه، هتلاقي عندك الاوبو رينو 16، هتلاقي عندك الفيفو في 70، هتلاقي عندك كمان الريلمي 16 برو بلس. حابب اقول لك ان الاونر 400 برو يكنسهم يمسحهم كلهم. مفيش مقارنه بين فلاج شيب كيلر يا جماعه قديم وبين موبايلات فئه متوسطه عليا. على الرغم من اني بقول لك الموبايل سعره زايد وسعره يعتبر ما نزلش، بس انت اصلا صعب انك تحصل عليه، زائد ان الفئه دي دلوقتي ما عادش لها اي 30 لازمه اصلا، والموبايلات اللي فيها الجديده تعبانه. فلما تلاقي قدامك الاونر 400 برو بالسعر ده، فانا بقول لك صفقه كويسه. دي لحد الان موبايلات انا شايف ان سعرها اتحرك في بعض الموبايلات منها وللامانه، وفي موبايلات تانية برضو سعرها كان زايد ورجع نزل شويه، بس دي افضل عروض دلوقتي تعتبر موجوده. لو انت بتفكر في اي موبايل منهم، وخصوصا بصراحه سامسونج الالترا او الموتورولا، موتورولا اسعارها ممتازه، يفضل انك تجيب دلوقتي. ما تنساش لايكك شيرك عشان غيرك يستفاد، وكالعاده انتظرني فيديو جديد وسلام.